للتاريخ يا جدعان، والله العظيم للتاريخ. اللي المغرب عملته ده حاجه تاريخيه ما حصلتش في تاريخ العرب كلهم حرفيا يا جدعان. شابوه ياسين بونو، شابوه مرابط، شابوه المدرب، شابوه كل لعيبه المغرب كلهم من 11 لاعب واللي نزلوا بعديهم والخمس ست لعيبه اللي نزلوا. شابوه الرجاله، شابوه الجمهور، شابوه كل حاجه. قسما بالله حاجه للتاريخ. التاريخ يا جدعان بتطلع اسبانيا، بتطلع اسبانيا وعادي واقف قدامهم بتصد عادي والدنيا زي الفل، واقف على رجليك عادي 120 دقيقه قدامهم عادي عادي حرفيا يا جدعان. التزام تكتيك والتزام فني والتزام بدني. الاجنحه زي حكيم زياش والناس دي ماتت حرفيا. حكيم وحكيم زياش ماتت، مرابط مات. ده بقى يا جدعان لما يكون الحارس 50% من الفرقه حرفيا، لما يكون الحارس عندك بيعرف يصد ضربات جزاء، لما يكون حارس متالق، لما يكون حارس طويل، لما يكون حارس عظيم، لما يكون حارس فشيخ مفيش منه اتنين. هو ده بقى لازمه الحارس، لما يكون فعلا الحارس بيعرف يصد ضربات جزاء. خلص لك ماتشات. سيمبون شايل كذا كوره مهمه النهارده، بس ضربات الجزاء خلصها كلها، خلص ضربات الجزاء. يعني لولا بدري بنون كان ضايع، كانت خلصانه من بدري، ما كانش يلتزم اصلا ان حكيم يشوط. بس ايه اللي حكيم عمل ده؟ شفتوا يا جدعان ضربه جزاء اللي شاطها حكيمي؟ يا ابني ايه البرود دي؟ يخرب بيت اعصابك، يخرب بيت اعصابك يا ابني، يا ابني يخرب بيت اعصابك يا ابني. ده دور 16 كاس عالم يا ابني، ده عادي، انت مش في تلعب كاس ملك، ده مش كاس ملك اسباني ولا كاس ملك فرنسا عندك في باريس. يخرب بيتك، يلا دور 16 كاس عالم. يخرب بيت برودك يا حكيم، يخرب بيت برودك. فبونو الصراحه وحكيم يا جدعان كلهم ومرابط وزياش وكلهم عملوا اكتر من اللزوم. واللاعب اللي قاعد يضيع فرصتين ثلاثه ده لو كان المغرب خسرت وطلعت من كاس العالم ده كان هيشيل الليله، ده ما كانش يسافر المغرب، ملوش لازمه انه يسافر المغرب. شباب والله العظيم يعني مبروك، مبروك الشعب المغربي، ومبروك لكل لعيبه المغرب رجاله، مبروك لياسين بونو، ومبروك لكله كله كله. للتاريخ والله العظيم، صعود لربع النهائي للتاريخ. بس شباب.